يا مساء الفل يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير كلكم كده. عمركم سمعتوا عن فاصوليا مخللة؟ تعالوا بقى، انا هدوقكم احلى فاصوليا مخللة لو تعملوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها. طعمها جميل ولذيذ، وفي بعض المطاعم بتعملها، قليلة قوي 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 المطاعم اللي بتعملها. اوكي، انا بصراحة خدت الفكرة بتاعتها من المطاعم، دخلت كده مطعم كبير ولقيته قدم لنا فاصوليا مخلله، فقلت ليه ما جربهاش. جربتها وطلعت جميله بالشكل دوت كده اللي انتوا شايفينه. هو برطمان صغير اللي جربت فيه، بس طلعت لذيذه قوي 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 قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هجيب الفاصوليا وهغسلها وانضفها بالشكل دوت، وتبقى مش شيخه. خدوا بالكم لاني في فاصوليا بتبقى شيخة، فايه مش هتنفع معايا في التخليل. الفاصوليايه تبقى حلوة كده. بصوا واخدين بالكم اهي، بصوا قطمت على طول مني ازاي بالشكل دوت. اوكي، لازم الفاصوليايه تبقى حلوة عشان اعرف اخللها تبقى بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب كوباية مية، مج كده اهوت، هحط معلقه كمون صغيره قوي، وهكون مجهزه يدوبك 3 4 قرون فلفل كده بالشكل دوت، وفص توم. وهعبي الفاصوليا بتاعتي بالطول كده بالشكل دوت، واقوم حاطه الميه بعد ما اعبيها، واحط التوم واحط قرن الفلفل، واقوم حاطه الميه. طريقه سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبه، بس صدقوني طعمها خطير خطير خطير. على فكره المخللات بتدخل تحت بند الخماير، يعني الحاجه المتخمره اللي هي متخلله، اوكي، بتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا جدا. والخميره، اي حاجه متخمره زي الفسيخ والمخللات والخميره وكل دوت، بيبقى ليه فايده كبيره جدا للجسم. فيا ريت نكتر من المخللات، بس بشرط الملح بتاعها يكون معتدل، ما يكونش زياده قوي عشان ما يزود لناش الاملاح بتاعتنا، وما نكترش في اكلها. لكن وجودها في البيت ضروري جدا جدا. ويا ريت كده تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة حلوة ومفيدة لصحتكم ولجهاز المناعة أنا بعملها. وإلى اللقاء في فيديو آخر.